السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم طبعا راح اراويكم كيفية تشغيل تنور الطين. طبعا احد متابعاتي رادتني اعلمها شلون اشغل تنور الطين. خليكم وياي حتى تشوفون الطريقة، مشاهدة ممتعة. طبعا يا بنات هاي عباء راح اخلي بيها الحطب. مثل ما تشوفون يا بنات هذا الحطب أكسره إلى قطع صغار وأخليه بالتنور الطين. طبعا يا بنات مثل ما تشوفون احنا عندنا هنا الحطب يابيس ومكسر هاي بهاي الطريقة إلى هاي القطع. أخليه أنا بهاي العباء مثل ما شفتوا الكمية انتو لتكفيكم. أخليه كمية تكفيني. سواء تريدين تشوين أو تريدين تخبزين على تنور الطين عادي، أي كمية تحبيها أنت تخليها. طبعا يا بنات مثل ما تشوفون هنا شغلت التنور، حطيت الحطب شغلته. قلت استفيد ما زول الدنيا يعني صارت ليل اشوي دجاج. يعني أنا بما انه شغلت التنور قلت خليني اشوي هاي الدجاجة واعلمكم الطريقة شلون تخبزون على التنور الطين. مثل ما تشوفون حبايبي خلينا الدجاجة لحد ما يهدأ التنور، نار تنزل يلا نقدر نخبز عليه. مثل ما تشوفون يا بنات هنا بدأت النار تنزل تهدأ شوية حتى نقدر ننزل الدجاجة داخل التنور. طبعا أنا راويتكم قبل الخبز على التنور. بما انه شويت دجاجة قلت حبيت اقليهم شوية طماطة، اضيف لها الفلفل الاخضر وطماطة وبصل. مثل ما تشوفون يا بنات هاي الطريقة قليتها أشياء بسيط. طبعا يا بنات هنا بعد ما هدأت النار هاي الدجاجة طبعا بالتنور مثل ما تشوفون يا بنات لازم التنور يكون بهذا اللون هذا الشكل، لازم أبيض حتى تقدرون تخبزون بيه، والنار تكون هادئة تقدرون تخلون هالشكل إياكم تشوفون تقيسون الحرارة بعدين تقدرون تخبزون عليه. سهمكم العافية يا بنات، مشاهدة ممتعة.